في ستات بتموت وهي لسه عايشة. لا مش ببالغ، لما هتسمعوا الحكاية للآخر هتفهموا أنا قصدي إيه. مساء الخير. بطلة حكايتنا النهاردة حكايتها من أصعب القصص اللي قريتها في حياتي، مش بس عشان اللي حصل لها كان صادم، لكن علشان الطريقة اللي بتحاول تعيش بيها رغم اللي حصل. وقبل ما احكي لكم الحكاية، يا ريت لو المحتوى عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة ولايك وشير علشان نوصل لناس أكتر. دعمكم بيفرق معايا وبيساعدني أكمل. بطلة حكايتنا بعتة بتقول جوزي عمل كل حاجة وحشة مفهوش ميزة، يا ريت وقف عند كده، ده كمان خني مع مرات اخوه. معايا منه 3 اولاد، ولا نافع اتطلق ولا قادرة اسيب ولادي لان ما عنديش مكان اروح، وبابا وماما متوفيين، واخواتي كل واحد له حياته، ولا عمري هقدر اعيش معاه. نفسيتي اتدمرت وبقت تجيلي نوبات هلع، وفي الاخر قررت اشتري راحة بالي وراحة دماغي، واخترت اكمل مع اولادي واكمل معاه. بقيت امثل اني كويسة واعمل اني فرفوشة جنبه وابتسم في وشه، اصل لو ما عملتش كده هيرميني ويجيب غيري، وهو عادي يعملها ببساطة، لا انا فرقاله ولا الولاد فرقاله. بمثل ان الزوجة الفرفوشة اللي كل همها راحته وراحة بيته، لكن اول ما بيخرج من البيت مجرد ما الباب يتقفل بفضل اصرخ من الكبت اللي جواي، اصرخ بشكل هستيري. تعبت، مستنيه الرحمة تنقذني. بقيت كل يوم بتمنى لا اموت لا هو يموت. بصي يا ست البنات، الله يكون في عونك، حكايتك مؤلمة فعلا. وعارفة أكتر حاجة ألمتني فيها ووقفت عندها مش اللي عمله، ولا حتى الطريقة اللي خانك بيها، ولا الشخصية اللي خانك معاها. أكتر حاجة حقيقي مزعلاني وقهراني كمان إنك كل يوم تجبري نفسك تعيشي عكس اللي جواكي. انت مش بتواجهي وجع خيانة، انت كده بقيتي بتخوني نفسك كل يوم. بتسكتي وجعك وتخبي حزنك وتلبسي وش مش وشك. مش قادرة اتخيل ان فيها انسان ممكن يوصل لمرحلة انه يحس انه لازم يمثل. ويمثل في ايه؟ في بيته، في اكتر مكان المفروض يكون فيه امانه، المكان اللي المفروض بتبقى فيه على طبيعتك. احنا لما بنخرج ونغيب شوية بره ونرجع ونغير هدومنا كده نقول يا ربنا ما يحرم حد من بيته، عشان بتحس انك اخيرا بقيتي على حريتك. انت ازاي اذيه نفسك قوي كده؟ زي المكان اللي المفروض تكوني فيه على طبيعتك بقى المكان اللي محتاجة فيه تمثلي. حمل تقيل جدا على أي إنسان، صعب أي حد يتحمله. لأ، والصعب كمان في حكايتك الحقيقة إن الخيانة نفسها مش من حد بعيد عنها. لما يخونها مع مرات أخوه، يعني ده مش وجع حصل وانتهى، ده وجع بتشوفه قدامها في كل تجمع عائلي، تشوفه في مواقف كتير. متخيلين حجم الضغط اللي هي عايشاه؟ تعرفوا الحل اللي انت اخترتيه لنفسك؟ انت بجد كنت قاسية على نفسك قوي. ده مش هو اللي خانك بس، ده انت كمان خنتي نفسك، لان تمثيلك ده هو اللي وصلك لنوبات الهلع. بس خلي بالك، النهارده روحك بتصرخ. لو فضلت عايشة بالنمط ده وبالطريقة دي سنين، جسمك هو كمان هيبدأ يستغيث. ليه تحط نفسك في ضغط نفسي مستمر؟ مش بس بيأثر على مشاعرك بس، ده هيتعكس على نومك وطاقتك وجسمك وكل حياتك. للأسف حتى هيتعكس على علاقتك بولادك. علشان كده أنا مش بقولك كلام سهل من نوع اعملي كذا وسيبي كذا، لا، محدش عايش ظروف غيرك. وأنا مش هقولك اتطلقي ولا حتى هقولك كملي، القرار ده محدش يملكه غيرك. لكن هقولك حاجة واحدة، لو الظروف دلوقتي أجبرتك تكملي، ما تخليش الفترة دي تبقى فترة استنزاف، خليها فترة بناء. من فضلك اتعلمي مهارة، حاولي يبقى ليكي مصدر دخل، ابني نفسك وابني لنفسك شبكة أمان. ولو نوبات الهلع بتجيلك بشكل متكرر أو بقت شديدة ومتكررة، من فضلك اطلبي المساعدة من متخصص. وما تصدقيش إن قدامك اختيارين بس، لأن ده مش صحيح. انت حاصرة نفسك بين اختيارين، يا تفضلي تنهاري يا تتطلقي. لا، ممكن يكون في اختيار تالت ورابع وخامس انت مش شايفاها دلوقتي، لان الوجع ساعات بيخلينا نحس ان كل الابواب مقفولة. لكن كل اللي اقدر اقوله لك، استغلي وقتك، استغلي الوقت ده انك تقوي نفسك مش انك تكسريها اكتر.
يمكن بعد سنة ولا بعد سنتين تكون حاجات كتير اتغيرت، تكوني بنيتي نفسك وبقى عندك اختيارات أكتر من اللي انت شايفاها النهاردة. ورسالتي الأخيرة ليكي، ربنا ما خلقكيش علشان تفضلي عايشة طول عمرك ممثلة في حياتك. خدي بالأسباب وابني قوتك واحدة واحدة، فهتقفي على أرض صلبة وتأمني نفسك وتقدري تقفي على رجلك. صدقيني هتكتشفي خيارات كتير قوي تانية. ربنا يفرج همك، يكتب لك ويكتب لأولادك الخير ويكتب لنا كلنا يا رب. ما ينفعش تكملي كده. شاركوها في التعليقات. أنا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.